السلام عليكم ليكيب، واش راكم ان شاء الله تكونوا كاع بيان بون ليكيب فيديو جديدة. بون ليكيب بلا ما نهضر، جام اشترك في القناة وكي تلقى في التيك توك دير جادور وتابعني في لاباج سي بون خاوتي. بون الفيديو تاع اليوم جينا نتكلموا على التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني الجزائري في كأس افريقيا المغرب 2025 والتي ستبدأ بعد اسبوع من الان ان شاء الله. بون خاوتي شوف، غادي نمد التشكيله المتوقعه، ما غاديش نمد التشكيله اللي انا نتمناها. انا غادي نمد لك التشكيله المتوقعه اللي غادي يدخل بها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. بون في حراسه المرمى انا اتوقع بان لوكا زيدان سيكون حارسنا الاساسي في هذه البطوله. في الدفاع اتوقع على حسب انا ما ارى في الاظهره غادي يكون حجام ظهير ايسر، ايت نوري عفوا ايت نوري ظهير ايسر، حجام ظهير ايمن. اظن قلبي دفاع اظن سيكون ثنائي بن سبعيني وماندي. بون هذه التشكيله نعاود لكم اللي راني نمدها، هذه التشكيله المتوقعه اللي يدخل بها بيتكوفيتش، ماشي التشكيله اللي نتمناها. نظن باللي غادي يدخل بماندي وبن سبعيني في قلبي الدفاع. في وسط الميدان اظن بالناصر، مازا وعوار، ولا بوداوي مازا عوار. انا اظن مازا وعوار غادي يكونوا في التشكيله. بخصوص بالنصر او بوداوي سيكون بالك اختلاف، يا بالنصر يا بوداوي. اظن هذا هو وسط الميدان اللي غادي يدخل به. في الهجوم انا اظن الهجوم ما غاديش يتغير. ظهير ايمن رياض محرز، ظهير ايسر محمد الامين عموره. في الهجوم كقلب هجوم بغداد بونجاح. هذه هي التشكيلة المتوقعة لبطولة في كأس إفريقيا. مع نتمنى يكون فيها شوية تغييرات باش التشكيلة تجي شوية منظمة وأقوى. المهم ليكي باش يكون عجبكم لا فيديو ما تنساوش كما قلت لكم الى في اليوتيوب اشتركوا في القناة وديروا لي لايك، وإلى شفتوا في التيك توك ما تنساوش لايك ومتابعة لصفحتنا. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.